أسهل طريقة عشان تنيمي بيها أي طفل، سواء كان طفل رضيع أو طفل في السنوات الأولى من حياته. وخدي بالك، في حاجات هنعملها قبل مرحلة النوم وحاجات هنعملها أثناء مرحلة النوم. اللي هنعمله قبل مرحلة النوم الحاجات دي: رقم 1، لازم تتأكدي إن طفلك أكل كويس وشبعان وكمان شرب مية. رقم 2، دخليه الحمام قبل ما ينام، ولو لسه بيلبس حفاضات غيرها له. كل ده علشان ينام نوم عميق وما يتحججش أثناء النوم بإنه عاوز يخش الحمام ويضيع وقته وخلاص. رقم 3، بلاش الطفل ياكل سكريات وشوكولاتة كتير أثناء يومه، ولو أكل يفضل إن هو يكون قبل مرحلة النوم بفترة طويلة، لأن السكريات بتسبب في نشاط وحركة الطفل، وده طبعا بيخليه ما ينامش. رقم 4، بلاش الطفل يتفرج على الموبايل أو التلفزيون قبل النوم بساعة. نيجي بقى للمرحلة التانية، ايه اللي هنعمله أثناء النوم. وعلى فكرة طفلك مش هياخد أكتر من دقيقتين علشان ينام، وأول حاجة فيها لازم الأوضة اللي طفلك هينام فيها تكون بعيدة عن أي مصدر إزعاج، ويكون فيها ضوء خافت بسيط داخل منها، لأن الأطفال بتخاف من الضلمة. رقم 2، لو عندك أكتر من طفل نيم الأطفال كلها مع بعض، لأن الطفل استحالة ينام وأخوه لسه صاحي. رقم 3، عاوزاكي تعملي مساج بسيط على وش الطفل، ده بيهديه جدا وبيساعده في الاسترخاء والنوم. وفي النهاية بتمنى لكل أطفالي نوم هادي وعميق وأحلام سعيدة طول الليل.